في سنة 2006 وأنا بقدم على الكلية، وعلى الرغم من إن أنا كنت جايب مجموعها حصلت لي مشكلة كبيرة جدا، والكلية كانت رافضة دخولي كطالب حاسبات. الحقيقة إن أنا وقتها كنت مصدوم صدمة كبيرة جدا، لأنه كنت حاسس إن مستقبلي كله ضاع، لأن ما كانش فيه بدايل تماما وقتها تغنيني عن الكلية. زي ما أنت دلوقتي حاسس إن أنت ضعت وكل حاجة في حياتك اتدمرت لما أنت ما جبتش مجموع حاسبات، لكن أنت حالك مختلف تماما عن حالي في 2006. أنت دلوقتي عندك بدايل كتير جدا 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 للدراسة الأكاديمية أو الغير أكاديمية، وتقدر تشتغل في المجال ده، ولسه في عندك أمل. وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن البدايل اللي موجودة قدامك بالكامل كحد ملحقش الكلية يقدر يعمل إيه عشان يتفوق ويقدر يشتغل في المجال ده وهو مرتاح. وهنتكلم عن الدراسة بره مصر، وعن الدراسة الأونلاين، وهنتكلم عن الكورسات اللي انت ممكن تاخدها والمهارات اللي ممكن تشتغل عليها. فيلا بينا ندخل مع بعض الفيديو ونشوف كل التفاصيل اللي احنا جايين نتكلم عليها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ويا اهلا بيكم في فيديو جديد على القناة بتاعتنا. ولو حابب انك تستفيد من خبراتي في البرمجة وفي البيزنس وفي الحياة، اشترك في القناة عشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها. وما تنساش تشترك في مجتمع المبرمجين بتاعنا على تيليجرام، عشان احنا قريب عندنا محاضرة اوفلاين يوم 5/9/2024 لاستقبال طلبة حاسبات الجداد، وعشان نقدر نقدم لهم معلومة كويسة في ازاي ان هم يكملوا في الكلية ويستفيدوا اقصى استفادة منها. وبالنسبة لموضوع ان انا ازاي كنت مقدم على كلية حاسبات وجايب مجموعها وما كنتش عارف ادخلها، او كانوا رافضين ان انا ادخلها، وكنت اصلا مش هبقى قدامك على اليوتيوب دلوقتي ولا هبقى في المجال اصلا، فدي حاجة هنتكلم فيها في فيديو منفصل. النهاردة جايين نتكلم عن البدايل اللي قدامك كطالب لو ما لحقتش كلية حاسبات تقدر تعمل ايه. احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان التعليم الاكاديمي مهم جدا جدا، وعشان اثبت لك هو قد ايه مهم خليني اقول لك ان اول حاجة هو هيساعدك جدا انك تلاقي وظيفة، لان في شركات كتير لسه بتعتمد على السيرتيفيكيشن او الشهادة بتاعت كمبيوتر ساينس. تاني حاجة هيساعدك جدا ان انت تترقى لما انت تشتغل، هيساعدك انك تترقى ويساعدك انك تاخد رواتب اعلى. تالت حاجة هيبني لك نوليدج قوية جدا في دماغك، وهيخليك انت متأسس كويس كحد بتاع كمبيوتر ساينس بشكل عام، بغض النظر بقى عن التفاصيل التانية اللي موجودة جوه. رابع حاجة ان هو هيساعدك لو انت عاوز فيما بعد تعمل بحث علمي او حاجة زي كده، هيخليك انت مؤهل ان انت تقدر تعمل ده. ودي اسباب صغيرة جدا، وفي اسباب تانية كتير ممكن يتعمل فيها اساسا فيديوهات لوحدها. فعاوزين نتمسك مع بعض بكل الامان اللي في ايدينا اللي تخلينا نقدر ناخد شهادة جامعية. فلو انت فاتك الحكومي خلاص، تقدر انك تبص على الجامعات الخاصة اللي موجودة في مصر، تقدر تدفع ثمنها، ما تقدرش تدفع ثمنها، لحقت كلية خاصة ما لحقتش، هنشوف الاوبشن ده الاول. لو ما ظبطش معانا الاوبشن ده، هنبتدي نخش في الاوبشنز اللي بعدها. الاوبشنز اللي بعدها عندنا سكتين. اول سكه ان احنا نسافر نتعلم بره، وتاني سكه ان واحنا قاعدين في مصر نتعلم اونلاين. هتقول لي طيب ده كلام جميل قوي، ايه بقى المميزات والعيوب؟ لو انت هتسافر بره، ففكره ان انت تحتك بناس وتشوف ثقافات مختلفه، فدي حاجه اكيد هتفيدك وهتضيف لك كتير. ولكن هنا في مصاريف غاليه قوي في فكره ان انا اسافر وادرس بره. اسافر اونلاين مصاريفها ارخص بكتير جدا، ومش هتخسر حاجه كجوده تعليم. ممكن تخسر بقى فكره ان انت تتعلم من ثقافات مختلفه او كلام من ده، دي حاجه تانية. طب يا باشمهندس، لو احنا نوينا نسافر، ايه الوجهه اللي احنا ممكن نطلع عليها؟ لو هتسافر عندك 3 وجهات رئيسيه ممكن تتحرك على اساسها. عندك ماليزيا، عندك امريكا، عندك المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. طبعا ترتيبهم كده بالنسبة للتكلفة وانت طالع، ماليزيا ارخصهم، ثم امريكا غالية جدا، ثم بريطانيا غالية غلو لا تتخيلوا. طيب يا باشمهندس، لو ناويين نسافر ماليزيا، وجهتنا على اي جامعة مثلا على سبيل المثال؟ هقول لك وجهتك على جامعتين. جامعة مالايا، ودي من اعرق الجامعات اللي موجودة في ماليزيا، وتقدر انك تاخد منها شهادة معتمدة والناس بتعترف بيها وحاجة جميلة جدا. او جامعة بوترا ماليزيا، ودي برضو من الجامعات الكويسة واللي مصاريفها على القد شويه، يعني تقدر ان انت تطلع بيها بنتيجه ظريفه. هتقول لي طب انا لو سافرت ماليزيا المصاريف شكلها عامله ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك السكن في حدود من 200 ل 300 دولار، وهقول لك مثلا ان الاكل والشرب في حدود من 150 ل 200 دولار، المواصلات في حدود من 20 دولار مثلا ل 40 دولار. ده شكل المصاريف بشكل عام لو انت ناوي تسافر ماليزيا، وده يعتبر كمصاريف مش غاليه قوي. لو هتسافر بقى دول مثلا اوروبيه او هتسافر امريكا، فالمصاريف هتبقى غاليه جدا، الا اذا كان عندك منحه، عرفت ان انت
تجيب منحه ان انت تسافر مثلا امريكا او المانيا او ايا كان، فده هيوفر عليك في المصاريف بشكل غير عادي. هتقولي طيب بس ده مصاريفه كتير يا باشمهندس، عايزين حاجه مصاريفها اقل، فيلا بينا نروح بقى على التعليم الاونلاين. التعليم الاونلاين عندنا 2 كاتيجوريز دلوقتي قدامنا. ال2 كاتيجوريز دول في حاجه مصاريفها عاليه بس شهادتها قويه، حاجه مصاريفها اقل بس الشهاده بتاعتها مش معتمده في اغلب الاماكن. في كل الاحوال عشان تتعلم اونلاين محتاج اول حاجه تكون راجل ملتزم جدا عشان تستفيد من التعليم الاونلاين. تاني حاجه الانجليش، لازم تظبط الانجليش بتاعك بنسبه كويسه عشان تقدر ان انت تستفيد من الدراسه الاونلاين. طيب يلا بينا نمسك اول كاتيجوري اللي هي شهاداتها عاليه ومصاريفها يعني كتير شويه، وممكن بالنسبه للناس ان شاء الله ما تبقاش مصاريفها عاليه قوي. يعني اول حاجه هي شهاده لندن اكاديمي المقدمه من خلال كورسيرا، ودي بيقدم لك كمبيوتر ساينس ديجري، وبيقدم لك دراسه محترمه جدا ومواد كويسه تقدر انها تاسسك كويس وتبقى انت راجل زيك زي اللي متخرج من كليه حاسبات في مصر، بل ممكن ان انت تكون دارس حاجات اكتر كمان. ودي مصاريفها في حدود من 10000 ل 15000 دولار في البرنامج بالكامل اللي هم ال4 سنين او ال3 سنين اللي انت هتدرسهم. ندخل مع بعض على الاختيار الثاني واللي هو شبه الاولاني بالظبط، اللي هي يونيفرسيتي اوف لندن المقدمه على EDX. تقريبا نفس المواد اللي بتدرس ونفس قوه الدراسه، ولكن مقدمه على منصه EDX، وبتقدم لك شهاده كويسه ومعتمده وكل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها كشهاده او كدراسه جامعيه. الاختيار رقم 3 وهي الاريزونا ستيت يونيفرسيتي، دي جامعه موجوده في امريكا وبتقدم برنامج من اقوى البرامج بتاعه الكمبيوتر ساينس. وبصراحه انا دخلت شفت البرنامج ده، بيقدم بصراحه معلومات قويه جدا، بيأسس الناس بدايه من لغه الجافا، ومقدم شويه مواد وشويه برامج بصراحه ممتازه، وناس كتير جربوا البرنامج ده وشكروا فيه، فهو بصراحه حاجه كويسه. وطبعا هو ده الاختصار بتاعه ASU، واكيد انت كنت سمعت عن الموضوع ده قبل كده. وطبعا المصاريف بتاعته برضه في حدود حوالي 15000 دولار وشهادته كويسه. الاختيار رقم 4 وهو الجامعه المفتوحه اللي موجوده في المملكه المتحده، وده بصراحه اختيار كويس جدا لان هو بيقدم مرونه عاليه جدا في الدراسه اونلاين، لان هو اصلا اتعمل عشان الدراسه الاونلاين اساسا، فبيقدم لك مرونه في الوقت، مرونه في طريقه الدراسه، الكلام ده كله. يعني الدنيا فيها بصراحه يعني ظريفه شويه كتعليم اونلاين. فدول ال4 اختيارات اللي انا برشحهم لك لو انت ناوي تتعلم اونلاين من مكانك، ولو معاك بادجت في حدود 15000 دولار تدفعهم على البرنامج الدراسي بالكامل. هتقول لي انا يا باشمهندس معيش الفلوس دي، ولو كانت معايا كنت ممكن درست في مصر، فانا عاوز حاجه ادفع فيها فلوس اقل وتديني نفس الجودة التعليمية حتى لو كانت جودة الشهادة أقل شوية. هقول لك تعالى خش معايا على الكاتيجوري اللي بعدها. الكاتيجوري اللي بعدها أول حاجة فيها هي اليونيفرسيتي اوف بيبل اللي موجودة في أمريكا، جامعة الناس. وجامعة الناس بتقدم لك برضو برنامج دراسي كويس جدا وسعره معقول في حدود 4800 دولار أو 4000 دولار. وفي بعض الأحيان كمان بيقول لك والله في حاجات الدراسة فيها مجانا، ولما تخش تمتحن تدفع لك مثلا 100 دولار ولا حاجة وخلاص. فطبعا سعرها كويس جدا والدراسة فيها كويسة، وبرنامج برضو اللي متقدم فيها مش وحش. الاختيار رقم 2 وهي الجامعات التركية، وهنا نشوف مع بعض جامعة الأناضول اللي بتقدم لك برنامج دراسي ظريف جدا، وبيكون التكلفة بتاعته في حدود 1000 دولار للسنة الواحدة. فلو بنتكلم في 3 سنين أو 4 سنين فالتكلفة مقاربة برضو ليونيفرسيتي اوف بيبل. ونخش مع بعض على الاختيار الثالث وهي جامعة جنوب أفريقيا. فتخيل إن جنوب أفريقيا النهاردة عندها دراسة أونلاين وعندها تقديمات وبتقدم برنامج دراسي للكمبيوتر ساينس، وإحنا لسه ما عملناش حاجة زي كده بنفس الجودة. فده برضو من ضمن الاختيارات اللي موجودة قدامك، تقدر برضو إن أنت تطلع عليه وتشوف مصاريفه وتشوف الدنيا ممكن تمشي معاك إزاي. في اللي فات كله أنا كنت برشح لك حاجات تخليك تاخد شهادة دراسية، تخليك تخش جامعة تدرس دراسة أكاديمية من البداية للنهاية عشان تقدر ان انت تاخد جودة تعليمية وما تتلطمش في الكورسات. اما وان كل اللي فات ده مش ظابط معاك او ما قدرتش تدخل فيه بشكل او اخر، عندك مشكلة في الانجليش، عندك مشكلة في الفلوس، في اي حاجة من الحاجات دي كلها، فلسه برضه في امل وفي اختيارات تانية كتير هنتكلم عنها. دلوقتي هنتكلم عن اختيار ان انت تدرس كل حاجة على حدة مع نفسك ونسيب خالص الشهادة الأكاديمية والقصة دي. فقبل ما نخش على اي كورسز هناخدها لازم يكون قدام عينك المواد المهمة اللي بياخدها طالب حاسبات واللي انا مش عاوزك ابدا تخسرها. اول حاجة Introduction to Computer Science، ده اول مادة. تاني مادة الالكترونكس، ونخش بعدها على الديجيتال ديزاين، وبعدها على طول ناخد السوفت وير انجينيرنج ودي فيها ليفل 1 وليفل 2، وناخد الداتا ستراكشر، وناخد الالجوريثمز، وبعدين ناخد مادة اسمها كومبايلر، مادة اسمها اوبريتنج سيستم، والمادة اللي بعدها اللي هي النتورك. بعدين هناخد Introduction to Cyber Security، وهناخد Introduction to AI،
وهناخد كلاود كومبيوتنج، وهناخد ماده الداتابيز. ال 14 ماده اللي انا اتكلمت عنهم دول لازم تدور عليهم وانت بتدور على الكورسات بتاعتك. هتقول لي طب حلو، هدور على الكورسات دي فين؟ هقول لك بص يا سيدي، دور معايا في موقع اسمه يوديمي، موقع اسمه كورسيرا، وموقع اسمه يوداسيتي. هتلاقي فيه كورسز باللغه العربيه وكورسز باللغه الانجليزيه. عندي اختيار ليك تاني برضو حلو قوي، هي جامعه MIT. جواها مسارات، فيها مسارات مجانيه وفيها مسارات مدفوعه بس بنسبه دفع بسيطه جدا ورخيصه جدا. تقدر تجمع المنهج اللي انا كلمتك عنه ده كله من بعض الكورسات المنفصله. هتقول لي ايه ده يا باشمهندس؟ امال فين الكورسات اللي احنا بنسمع عنها؟ امال فين الكورسات اللي هي مثلا مسار التعلم بتاع فلان ولا علان ولا الكلام ده؟ انت لسه ما اتكلمتش عن الحاجات دي كلها. هقول لك انا لسه لحد دلوقتي بحاول احافظ ان انت تدرس دراسه يعني الى حد ما اكاديميه، او اقربك من طالب حاسبات على قد ما اقدر. بعد ما تدرس الحاجات دي تقدر تدخل بقى دلوقتي على الكورسات العمليه. نقدر نخش ناخد مع بعض مثلا دبلومه الويب بتاعتنا، بتبتدي معاك من الصفر لحد الاحتراف، وبتاسسك بلغه السي شارب، وبتدي لك الجوريثمز وديتا ستراكشر، وبتدي لك داتابيزز، وبتاخد معلومات كتير جدا من المعلومات اللي انت فعلا محتاجها. وبتقدر في نهايتها ان انت تعمل مواقع وتعمل ويب ابلكيشنز زي اللي انت بتشوفها في العادي وانت بتدور على الانترنت. هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكربشن، وهتلاقي بفضل الله ناس كتير جدا قايلين رايهم في الدبلومه وبيشكروا جدا في المحتوى بتاعها. ونقطه تانية عاوز اكدها عليك، الفيديو ده مش معمول عشان يوجهك لحاجه معينه خالص. الفيديو ده هدفه الوحيد ان هو يفتح قدامك اختيارات كتير، وانت في النهايه اختار الحاجه اللي تعجبك. يعني اختار الحاجه اللي تناسبك وتناسب قدراتك وتناسب مهاراتك ووقتك وفلوسك وكل الكلام ده كله. الفيديو ده هدفه ان يقول لك ان لسه في امل انك تقدر تتعلم، والطرق اللي انت ممكن تتعلم بيها كتير جدا. وبرضه الفيديو ده جاي يقول للناس اللي بيدرسوا كورسات لوحدهم انت مش غلط ولا انت وحش، ولكن تقدر تزود حصيلة المعلومات اللي عندك ببعض الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو ده، وبعض المواد اللي انا اتكلمت عنها اللي تقدر انك تاخد فيها كورسز تساعدك ان انت تطور من نفسك بشكل كويس. واخيرا في الفيديو احب اقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتشترك في قناة التليجرام عشان نحضر مع بعض المحاضرة الاوفلاين اللي احنا هنعملها قريب ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.